هعمل معاكم بقى النهارده البوفتيك بكفر متماسك والطعم ولا اروع بجد. بجد خطير، وهقول لكم على القطعيه اللي انتوا تجيبوها اللي تطلع طبعا اللحمه دايبه وطريه بالشكل ده كده وما بتاخدش سوا كتير. اول حاجه بقى معايا التتبيله، ودي مهمه جدا عشان تخلي الانسجه كده تتفتح معايا وتستوي معايا على طول. معايا بصلايه بشرتها ناعم وطماطمتين وعصير ليمون وملح وفلفل اسود وشطه ومعلقه من معجون الصلصه. يا ريت ما نستغناش عن الخطوه دي، لان فعلا الصلصه بتدوب الانسجه بتاعه اللحمه وبتخليها تستوي كويس جدا. قلبت بقى التتبيله مع بعض كويس كده، وما ننساش بقى رشه جوز الطيب، بتدي طعم وريحه مميزين جدا لاي لحوم. هركن بقى تتبيله لغايه ما احضر بقى اللحمه بتاعتي. معايا بقى اللحمه دي جايباها من عند الجزار. اهم حاجه تكون القطعيه مناسبه جدا للاكل علشان خاطر تطلع معانا مظبوطه. وهنا بقى قطعيه اللحمه ديت بتبقى وش الفخده، بتبقى مناسبه جدا للبوفتيك لانها ما فيهاش عروق علشان ما تشدش معايا بعد ما بتستوي. نزلت بقى التتبيله كده وصفتها كويس. اهم حاجه ان انا اصفيها، ان الخطوه دي بتسهل عليا ان انا اشيلها من التتبيله على الدقيق والبيض والبقسماط على طول، من غير ما انا منزل من عليها كل التفل وكل الحاجات دي. بقلبها بقى كويس جدا واتاكد ان كل التتبيله دخلت جواها. بدخلها بقى التلاجة لمده ساعه، بستخدمها بعد ساعه طبعا. لو حابين اكتر مش هيبقى فيه مشكله خالص. بنزلها بقى في الدقيق كده واعفرها كويس جدا. الخطوه دي مهمه عشان تعمل لي كفر متماسك. الخطوه دي ما نستغناش عنها، يعني ما نحطهاش في البيض والبقسماط على طول، لا، خطوه الدقيق دي مهمه جدا لانها بتضاعف شكل الكفر بتاع البوفتيك وبيبقى شكله جميل كده وشكله عامل زي الجاهز بالظبط. معايا بقى كده بيض وفلفل اسود ورشه من الملح، وهقلبهم كويس جدا وبنزل عليهم ب3 معالق كده من اللبن. بقلبهم بقى كويس، وبعد كده بروح منزله بقى البوفتيك. بعد ما انفضه كويس جدا من الدقيق بروح منزلاه جوه البيض. واهم حاجه كمان ان انا اصفيه كويس جدا من البيض، ما يبقاش بينقط كده وادخله على البقسماط على طول، لازم يعني يصفى تماما. وبعد كده بروح منزلاه في البقسماط. بعد بقى ما بحطه في البقسماط ويتغلف كله من كل حته، لازم ادوس عليه بايدي كويس جدا. طبعا البوفتيك غير البانيه خالص، لان البوفتيك طبعا بيكش، فلازم يبقى الكفر متماسك كويس قوي، فلازم اضغط عليه كويس جدا لما اجي انفضه كده ما ينزلش منه حاجه خالص. بحطهم بقى كده فوق بعض وبدخلهم بقى كده على الفريزر لمده 10 دقايق او في التلاجة لمده نص ساعه. بعد كده بقى معايا طاسه، بحط بقى فيها ربع فنجان من الزيت وقطعه من الزبده. قطعه الزبده دي بتديه طعم مش قادره اقول لكم بتديه طعم حلو ازاي. اهم حاجه بقى ان الطاسه تكون سخنه كويس جدا وعلى درجه حراره عاليه. اول دقيقتين واول ما ياخد لون كده بروح موطيه بقى النار، ما بتبقاش برضو واطيه قوي، بتبقى يعني متوسطه. بعد بقى ما بتاخد لون من على الجنبين بالشكل ده كده بخرجها بقى على البقدونس. ولو حابينها مقرمشه قوي بطلعها على شبكه. ودي واحده بقى برضو قالتها لكم كده في الزيت، برضو طعمها خطير. وزي ما انتم شايفين كده اللحمه دايبه معايا ومستويه وطعمها بجد مش قادره اقول لكم. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.